قصة فلاح بسيط يعمل بجد في حقله ليعيل أسرته. في يوم وجد الفلاح حصان جميل بريا، ففرح وأخذ الحصان. قال له أحد جيرانه: يا لك من محظوظ. فرد الفلاح بتواضع: ربما. بعد أيام هرب الحصان. جاء جاره وعبر عن حزنه وقال له: إنك سيء الحظ. ولكن الفلاح رد بنفس الهدوء: ربما. وبعد أسبوع عاد الحصان ومعه مجموعة من الخيول البرية. هكذا تعلم الفلاح أن الحياة مليئة بالتقلبات والأحداث الغير متوقعة، وأن كل ما يحدث قد يحمل في طياته خيرا وشرا. وكلما تقبل الإنسان ما يحدث برضا زاد سلامه الداخلي ورضاه عن الحياة.